يا صباح النشاط والروقان على كل ست بتحاول تبقى رايقة في بيتها وفي مزاجها. صباح الفل والنشاط عليكم. النهاردة هكلمك على ازاي ان انتي تبقي ست رايقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جديد وروتين جديد ويا رب يجعله علينا وعليكم سعيد. انا دودي ودي قناتي، قناة يوميات دودي. لو اول مرة بتشوفي قناتي من فضلك لايك واشتراك وشير كده في الخير، وما تنسيش تفعلي زر الجرس على كلمة الكل عشان يوصلك مني اي جديد بنزله. ويلا بينا نسمي الله ونصلي على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، ونبدأ الكلام بتاعنا على طول. 7 عادات هيغيروا حالك من أسوأ حال لأحسن حال بإذن الله، ويخلوكي على طول تبقي ست بيت رايقة. انا كنت من الناس اللي بتصحى متأخر ودايما دماغها تقيلة ودايما كسلانة ودايما وخمانة. انا النهاردة هقولك على 7 عادات يخلوكي من اعلى درجات الكسل والخمول لاعلى درجات النشاط باذن الله. وتعالوا بقى اقول لكم على العادات اللي غيرتني 180 درجة يوم بعد يوم. لقيت نفسي من قمة الخمول والكسل وبطارية فاضية لقمة البطارية المشحونة اللي بتجري في البيت كده زي الارنب. يلا بينا عشان تبقي زي الارنب انت كمان وتعملي زيي. اول خطوة معايا وهي انك اول ما تصحي الصبح اوعي تبصي في الموبايل ولا تمسكي الانترنت ولا تفتحي واتساب ولا تتفرجي على تيك توك ولا كواي ولا اي موقع من المواقع التواصل الاجتماعي. ما تفتحهاش ولا تمسكي الموبايل، لانك ببساطة كده لو مسكتي الموبايل اول ما تفتحي عينك من النوم وانتي على السرير هتبص تلاقي ساعة ورا التانية وانتي كل ده انتي لسه ما قمتيش اصلا من على سريرك، ولا روقتي ولا خدتي خطوة في حياتك ولا عملتي اي حاجة خالص ولا اتنشطتي. وعلى طول غيرت العادة السيئة دي لعادة ايجابية، وابتديت ان انا اول ما اقوم من النوم الصبح اقول اذكار الصباح وانا قاعدة كده في مكاني لمدة 5 دقايق، وبعد كده بقوم منطورة على طول. اقوم كده على السريع امسك سريري واوضتي ارتبهم وانضفهم واخليهم زي الفل، وادخل جري جدا كده كده على الحمام والتويلت اغسل وشي، واقوم جايه واخده حوض الوش معايا تصبينه كده على السريع اللي هو الروتين اليومي. بعد كده بتوضى واصلي الصبح، لاني طبعا بدل السهر والكسل طول الليل والاكل والتخن على الفاضي، لا انا ابتديت اغير العاده السيئه دي بالنوم بدري والاستيقاظ بدري، وابتديت ان انا اغير العادات السيئه لعادات ايجابيه تظبط يومي وتظبطني وتخليني ست رايقه. ما اقومش اجري كده في الشقه زي اللي بتجري ورا حاجه ما هيش عارفه تحصلها واليوم بيخلص ومفيش بركه في اليوم. ليه؟ عشان انا كنت بصحى متاخر. وطبعا اول ما تصحي كده من النوم الصبح، وتاني عاده معايا او تالت عاده معايا عدوا انتوا واكتبوا لي في التعليقات، كوبايه الميه السحريه اللي بتاخديها على الريق كده تظبطك وتظبط جسمك وتحسس جسمك كده ان كل الوظائف بتاعته صحيت من النوم وبتشتغل وبتعيد نشاطها من تاني وبتحسسك بقمة النشاط. كوباية المية اللي على الريق دي يا جماعة. وطبعا بحطها في اشيك كوبايه عندي في المطبقيه او في النيش عشان احسس نفسي كده ان انا بنت ست رايقه بمعنى اصح. وطبعا سريري بقى خط احمر، انا برتبه ليه اول ما بصحى من النوم واول ما عينيا بتتفتح من النوم كده عشان ما يغرنيش تاني ان انا اجي وارجع انام عليه تاني. لا انا بحس ان هو خلاص اترتب والاوضه بقت مترتبه، بضطر اخرج بقى من الاوضه واشوف اي امور تانية ورايا عشان مرجعش اكسل تاني وانام على السرير. وطبعا خامس حاجة معايا او رابع حاجة معايا بشغل كده القرآن الكريم على سورة البقرة الصبح. ده بيديني كده قمة النشاط والسعادة في يومي وبتدي بركة في يومك. وكمان اذا في عين وحسد طبعا سورة البقرة دي من الحاجة الجميلة اللي هي ربنا ادهلنا كده هدية في يومنا ان احنا نشغلها وناخد منها البركة بتاعتها. بعد كده بقى حابة تسمعي موسيقى، حابة تسمعي اي حاجة كده تروقك خلال يومك، او اذا استكفيتي طبعا بسورة البقرة وهي فعلا كفاية جدا للنفسية وكفاية جدا لكل حاجة في بيتك. فانا بتنيني مشغلة سورة البقرة على القرآن الكريم لحد ما بتخلص وباخد منها البركة في يومي وفي اولادي وفي كل حاجة. بصراحة ربنا بتبقى حاجة كده هدية من ربنا لينا جميلة جدا. طبعا كل ده وانتي بترتبي كده الشقة على السريع ماشية فيها كده كأنك ايه، كأنك سبايدر مان، كأنك
بتلقطي كده من كل اوضه ومن كل صاله، لو في كوبايه مش في مكانها بترجعيها مكانها، لو في حاجه عايزه تغسليها في المطبخ بتغسليها، بتظبطي امور بيتك كده على السريع بالمكنسه كده، تشفيط تنفيض ستاير وهي متعلقه كده. المهم جرعه نشاط كده، هتلاقي نفسك ربنا كرمك وبقيتي من قمه الكسل والخمول لقمه اعلى درجات النشاط باذن الله. بعد كده بقى الخطوه اللي بعد كده بتاخدي ريست راحه كده وريست روقان مع نفسك، بتقعدي تشربي فيه كوبايه القهوه كده بمزاج، حبه تعمليها فرنساوي بتعمليها، حبه تعمليها تركي بتعمليها، المهم ان هي كوبايه قهوه، لان هي بصراحه بتعدل المود جدا مع قطعه شوكولاتايه. الشوكولاته معروف عنها ان هي بتدي قمه اعلى السعاده. وانتي بتشربي القهوه كده كلي معاها حته شوكولاتايه، ظبطي نفسك، دلعي نفسك، روقي على نفسك، محدش هيروقك يا اختي. وانا بشرب بقى كوبايه القهوه كده وبعلي المود بتاعي بتاع السعاده، ممكن اكتب النوت بتاعي كده 3 حاجات في اليوم، ما اكتبش فيهم 100 حاجه عشان ما اخنقش نفسي واكبت نفسي واحبط نفسي واحس ان انا مش هعمل فيهم اي حاجه، المهم ان انا كتبتهم وخلاص. لا، انا هكتب 3 حاجات 4 حاجات بالكتير. ان شاء الله هكتب ان انا هرد على ماما في التليفون، ان شاء الله هكتب ان انا هنضف الرخامه، ان شاء الله هكتب ان انا هعمل ماسك لشعري النهارده. فاروق على نفسي بالحاجات الجميله دي السهله البسيطه اللي تحسسني ان يومي كله في مود كده سعاده وفي فرحه وفي بهجه، عشان تفرق معاكي العادات الجميلة دي من الكسل للنشاط بإذن الله. ان شاء الله كمان اقعد دقيقتين اعمل فيهم يوجا، اقعد فيهم مع نفسي استرخي. هي دي العادات اللي خلتني ابدا يومي بطبطبه مش بخنقه، بحس ان انا بطبطب على نفسي فيهم، بحس ان انا بسعد نفسي في، حتى لو بعمل مهام صعبه في يومي بس بحس ان انا باجي اروق على نفسي في الاخر وابقى ست رايقه، فبحس ان انا كده هاديه ويومي بادئ بهدوء. وده كان روتيني الصباحي اللي غير يومي كله من قمة الكسل والخمول لقمة النشاط، وواحدة مروقة بيتها من قبل صلاة الظهر يا جماعة. ولو عجبتك العادات دي جربي واحدة بس فيهم وقولي لي رأيك في الكومنتات والتعليقات تحت، وما تنسيش تحطي لي اللايك وتعملي لي سبسكرايب للقناة وتفعلي زر الجرس فضلا منك وليس امرا، عشان يوصلك مني كل جديد بنزله. فعلي الجرس على كلمة الكل. وعلشان سلسلة ست البيت الرايقة لسه فيها حاجات كتير قوي هنكملها مع بعض بإذن الله، انتظروني في فيديوهات جديدة وروتين جديد وسلسلة الست الرايقة الجديدة الجميلة، وفيديوهات توفيرية وازاي توفري من مصروف بيتك. والقناة عبارة عن كده حاجة كده تحفيزية حلوة قوي بتديكي سعادة ونشاط. مع السلامة، كنتم في امان الله ورعايته وحفظه.